أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن الرمزيات. الرمزيات أو الترميز بتكون تشبيه لشخص أو حاجة في قلب العمل نفسه بشخص أو حاجة حصلت في الواقع أو في قصة سمعنا عنها قبل كده من الواقع برضو. طيب أنا بس عشان أوضح أكتر يعني إيه يعني الرمزية أو الترميز بمعنى ايه، يعني ايه اصلا، عشان بس الموضوع مش واضح. مثلا انا ممكن برمز مثلا شخصية في الفيلم او في المسلسل بشخصية اسطورية مثلا، او بشخصية معينة في الواقع موجودة، انها شبه شخص معين. هو ده المقصود. طيب الترميز ده هو ممكن يبقى موجود في الافلام، ممكن يبقى موجود في المسلسلات، ممكن كمان يبقى موجود في المسرحيات. وهو الترميز نفسه موجود في الادب. يعني انت لو يعني قريت في كتب الادب وكده هتلاقي ان من ضمن المكونات اللي بيكتبها مؤلف القصة الرمزيات. بيرمز كل شخصية بشخص او بحد او بصفة معينة او حاجة، وبرضو بيرمز كمان لأحداث القصة أو لحاجة جوه أحداث القصة غير الشخص كمان. نفس الكلام ده برضو في الأفلام والمسلسلات. بيتم ترميز شخصية في قلب الفيلم أو المسلسل، المكان، حاجة معينة، حتى لو هي الحاجة دي هي محور القصة كلها، لأنه محور القصة مش شرط يكون في شخص، ممكن يبقى على حاجة، زي مثلا يقولك رحلة البحث عن كنز مثلا، أو طموح الوصول للعالمية، حاجات زي كده. الترميز له أنواع. لما بنستخدمه في فيلم أو مسلسل بيبقى له أنواع كتير. أبرز بقى الأنواع هما 3 أو 4 تقريبا. عندنا النوع الأولاني الترميز الاجتماعي. يعني مثلا بنرمز مثلا مشكلة معينة من المشاكل اللي المجتمع بيواجهها، مثلا ممكن نحطها مثلا في صورة شخص أو في صورة حاجة مثلا. يعني زي مثلا كده التحرش مثلا، ظاهرة التحرش مش شرط ان احنا ممكن نحطها زي ما هي نتكلم عنها. ممكن نرمز التحرش ده بوحش مثلا، نرمزه بوحش معين عمال بيلتهم ضحاياه. ده مثال من القضايا. يعني ممكن تترمز بشخص او تترمز بشيء تاني. يعني تاني حاجة الترميز الديني. بس الترميز الديني هنا مش شرط ان هو يبقى ان انا برمز شخصية بنبي، علشان الترميز ما بيقفش عندنا. ممكن تبقى حاجة تانية، زي مثلا ايه، كان في رمضان 2022 مسلسل اسمه جزيرة غمام. كان من ضمن المسلسلات اللي كان عليها الكلام الكتير يعني عنها بشكل كويس. بحسب اللي انا شفته، هو انا ما شفتش المسلسل كله بس انا شفت شوية منه. بس اللي انا فهمته من المسلسل انه بيرمز للصراع الابدي اللي عمره ما هينتهي، وهو الصراع ما بين الخير والشر، ومين اللي عايز يبقى مسيطر في الارض، الخير بس ولا الشر بس. ده صراع طبعا ما بينتهيش، ودي حاجة دينيا احنا كلنا عارفينها، انه الخير والشر في صراع دائم، والصراع ده ليس له نهاية يعني. بس مش معنى ده ان الشر هو اللي هينتصر، ومش معنى ده برضو ان الخير هينتصر. ده موجود وده موجود، يعني من غير اي تزايد من واحد على التاني، على اساس ان ده نوع من انواع الانتصار يعني. في الترميز السياسي. الترميز السياسي كان زي فيلم طيور الظلام. الاحداث اللي حصلت في البلد والصراعات السياسية اترمزت يعني في فيلم طيور الظلام ده، مش مننا. في ترميز برضو ممكن يتحط جوه السياسي بس يتحط اكتر جوه الوطني، ان انا بشبه مكان بالبلد والاحداث اللي فيها. وطبعا انا ما عنديش بس ريفرنس لفيلم او مسلسل معين عشان يعني فاكره، بس انا هقوله بطريقة مثلا ايه. مثلا محور الحدث بتاعنا هو المكان نفسه. ممكن تبقى مكان ده مدينة، عمارة، شارع، بس انا برمز فيه حاجة مهمة، برمزه على ان دي البلد مثلا والناس اللي فيها هم شعبها. ممكن تتجاب اي حاجة مثلا زي انه الناس اللي فيها مختلفين عن بعض، ولكن في اوقات الشدة بيقفوا جنب بعض وبيزيلوا كل الخلافات، ويعني وان هم يقفوا ضد مثلا اللي داخل غريب عنهم مثلا. دي من ضمن الامثله. يعني طبعا اللي يعرف فيلم او مسلسل فيه الترميز من النوع ده ممكن يقول عليه ويضيفه يعني يعني للمعلومات للي بيسمع وليا انا كمان برضو، ومنكم نستفيد يعني.
طيب استخدام الترميز بقى اللي انا عمال اشرحه ده وعمال احاول اوضح فيه ايه هدفه. يعني الكاتب لما بيرمز حاجات بحاجات هو هيعملها كده من باب الطاق؟ اكيد لا، ليها غرض او هدف. طيب الهدف بقى ايه؟ ده بيرجع بحسب الرسالة اللي المؤلف عايز يوصلها للمشاهد. يعني مثلا هو عايز يخليك تاخد بالك من حاجة موجود شبهها في الواقع، او عايز يفهمك حاجة معينة بس حب يوصلها لك بطريقة الترميز ويرمزها عشان تفهمها بشكل احسن وبشكل اوضح. طيب ايه الميزة في انك تعمل كده؟ الميزة انك انت بتقدر تساعد المشاهد انه يفهم القصة، يفهم الشخصية، يفهم المكان اللي عليه الترميز بكل تفاصيله، خصوصا انه هو ده اللي عليه الضوء بشكل كبير. الحاجة اللي بيبقى عليها الترميز دايما كده بيبقى الضوء عليها متسلط عليها الضوء كتير عشان تركز وتاخد بالك. ونخلي بالنا من ملحوظة مهمة، ان الترميز اللي بيتعمل مش لازم يكون متطابق بنسبة 100% للي موجود في الواقع. يعني لان في الاول وفي الاخر العمل بيكون من وحي خيال المؤلف، مش عايز ينقل لك حاجه كوبي بيست بالظبط من الواقع. هو في الاول وفي الاخر لازم برضو يمزج شويه ما بين الواقع والفانتازيا. ولكن ما ننساش برضو ان الترميز كمان له غرض معين ورساله مهمه جدا عايز يوصلها للمشاهد بطريقه توضح المعنى لكل حاجه المؤلف كان كاتبها وعايز يوصلها للمشاهد زي ما هو كان عايزها بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب وعلى تيك توك أحمد مصطفى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.